خلينا نروح لأخبار النادي الأهلي. لسه مكملين أخبارنا طبعا مع أحد قطبي الكرة المصرية، ومعانا من اليوم السابع الأهلي بيفسد مخطط الزمالك لضم أحمد حجازي. أحمد حجازي الفترة الأخيرة في الحقيقة كلام كتير جدا إن الزمالك بيسعى لضم أحمد حجازي، والكلام بعد كده اتنفى تماما. هل شايف ان ممكن يبقى في صراع قريب بين الاهلي والزمالك على احمد حجازي، ولا شايف ان الموضوع اتقفل تماما؟ احمد حجازي قفل الموضوع من الاساس. احمد حجازي ما عندهوش رغبه نهائيا في العوده لمصر في التوقيت الحالي. هو بيلعب في احد انديه الدوري الدرجه الاولى الانجليزيه، مبسوط جدا، مرتاح، متالق مع فريقه بصرف النظر حتى لو كان بعيد عن المنافسه في العوده للدوري الممتاز الانجليزي. مش في دماغه نهائيا العوده للاهلي او الزمالك. طبعا كان في مفاوضات بين الاهلي والزمالك للاعب، هو اللاعب قفلها تماما، اللي هو مركز مع فريقه، نفسه يخوض التجربه. ممكن اتوقع بعد 3 سنين يكون احمد حجازي بيفكر في العوده لمصر. يعني نحاول الفصل بين مباراتي الاهلي والزمالك في الدوري والسوبر خلال شهر فبراير. الحاج عامر حسين قال ان مباراة الدوري بين الفريقين هتقام في شهر فبراير المقبل، وهيتحدد موعدها عقب اجراء قرعة دوري ابطال افريقيا في 28 ديسمبر. قال كمان اما السوبر سيتوقف موعده على التنسيق مع اتحاد الكرة والشركة الراعية لتحديد ما اذا كانت ستقام خارج مصر أو داخل مصر أو خارجها. قال كمان نحاول الفصل بين المباراتين، فمن غير المعقول أن يلتقي الأهلي والزمالك في مباراتين متتاليتين. هل مقبول أصلا أن الأهلي والزمالك يتقابلوا في مباراتين متتاليتين؟ ما حصلتش قبل كده. أنا متهيألي حصلت لما كانوا بيلعبوا في أفريقيا، لما كانوا في مجموعة واحدة لعبوا خلال أسبوعين، يعني ما كانش في مشكله لما دول بطولتين مختلفتين ما حصلتش ان هم يتقابلوا الاهلي والزمالك. بس حصلت لسه الاسبوع اللي فات بين سموحه وبتروجيت دوري وكاس. خلال 4 ايام سموحه كسب، الاتحاد كسب سموحه في الكاس ضربات جزاء، وسموحه تعادل مع الاتحاد 1-1 في الدوري الاسبوع اللي فات. بس في الاول عايزين نقول لجنه المسابقات الله يكون في عونها. يعني هي مش عارفين هتلاقيها منين ولا منين، وبجانب جاي لها تنظيم افريقيا وضغط مباريات، وفي مباريات مؤجلات كتير. وزي ما حضرتك قلتي ان النهارده الدور الثاني بيبدا بين وادي دجله والداخليه، ولسه في فرق كتيره بتلعب مؤجلاتها والاهلي لسه قدامه 5 مباريات، والزمالك وبيراميدز وفرق كتيره لسه ما كملتش مبارياتها. الله يكون في عون لجنه المسابقات. شايف ان الضغط ده ممكن يعني بعدين يسبب ازمه لبعض الانديه؟ ده اكيد. انديه والمنتخب طبعا عايز اللاعب الجاهز فني اللي بيبقى ما فيش اي ضغوط. طبعا ضغط المباريات بيأثر على اللاعبين، اصابات، ضغط ذهني، كله ده بيرجع على المنتخب في الاخر وبيتأثر الاداء. للحدث الأكبر اللي بيتابعه طبعا كل عشاق كرة القدم، وهو مونديال الأندية، كأس العالم للأندية اللي بيقام بالإمارات. وزي ما قلت لحضراتكم امبارح ريال مدريد بيتخطى كاشيما الياباني بأهداف جاريث بيل. معانا خبر من ذا جارديان، هاتريك ال11 دقيقة لجاريث بيل يقود ريال مدريد لنهائي مونديال الأندية. المباراة امبارح، هل كنت متوقع ان ريال مدريد ممكن، يعني هو اصل هاتريك ده اسحاق، يعني بتسحق اللي قدامك ليه كاشيما، على الرغم من ان احنا قبل كده كان في لقاء طبعا ما بين كاشيما وما بين ريال مدريد في 2016، كان ايامها كريستيانو موجود، وانتهت المباراه ب4-2. يعني كاشيما برضو فريق مش سهل ابدا، مش سهل. وريال مدريد السنه دي يعني بيمر بمرحله انعدام وزن بعد رحيل كريستيانو. نقدر نقول فقد 40% من قوته. شايفين مستواه متذبذب في بطوله الدوري الاسباني او دوري اوروبا. كفايه الهزيمه اللي كانت اخيره في دوري ابطال اوروبا قدام سيسكا موسكو في مدريد 3-0. طبعا ما نقدرش نحكم على الماتش بتاع امبارح بمستوى ريال مدريد رغم التألق جاريث بيل. شايفين انه ريال مدريد محتاج تدعيم صفوف واختيار بديل كفء لكريستيانو رونالدو يقدر بيه ينافس على البطولة الدوري الاسباني، يقدر ينافس بيه على دوري ابطال اوروبا. جاريث بيل يعني هو من اللاعبين المميزين جدا، بس مستواه مش ثابت. يعني ممكن تلاقيه فوق، يعني زي ما شايفينه امبارح جاب 3 أهداف. وارد جدا في ماتش تاني تلاقيه مختفي او قاعد بره احتياطي. نتمنى يكون خليفه لكريستيانو رونالدو. هل بعد مباراه امبارح نقدر نقول ان بدأ ريال مدريد ان هو يستعيد عافيته
وممكن نلاقيه الفترة اللي جاية بشكل أفضل من السابق؟ زي ما بقول لحضرتك، هو مستوى متذبذب الموسم من أول بعد رحيل تحديدا كريستيانو رونالدو. مستوى ثابت، مفيش مباراتين مستوى ثابت فيهم، مرة هزيمة مرة فوز. صعب جدا نحكم إنه كمان يقدر يرجع للمنافسة على الدوري الأسباني. لو هنتكلم على مباراة يوم السبت اللي طبعا تأهل بيها العين الإماراتي على حساب ريفر بليت، شايف المباراة تبقى عاملة ازاي؟ يعني صعوبة المباراة على العين أمام ريال مدريد. هي طبعا مباراة تاريخية بالنسبة للعين، فرصة كبيرة لتواجد فريق عربي كتاني فريق عربي بعد الرجاء المغربي في وجوده في نهائي كأس العالم للأندية. طبعا اللعيبه فاهمين جدا انه دي فرصه تاريخيه، هم بيلعبوا ريال مدريد. طبعا هم اول ما تاهلوا بعد فوزهم على ريفر بليت تاكد مواجهتهم، تاكد وصولهم لنهائي البطوله. هم تمنوا ملاقاه ريال مدريد، لانهم زي ما بنقول كده فرصه ما بتتكررش جدا في مباراه رسميه يلعبوا ريال مدريد في نهائي البطوله. علشان كده هنشوف مباراه سجال بين الفريقين، ومش هنلاقي فيها فارق بين المنتخبين رغم وجود فرق الامكانيات والخبره بين لاعبي الفريقين. في الحقيقه نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله، يعني لاعبي العين الاماراتي كان عندهم الهدف او التارجت ان هم يلعبوا فعلا ريال مدريد، شايفين هو الاقوى والاصعب وان هي فرصه تاريخيه ان هم يتفوقوا عليه. حسين الشحات ورفاقه قادرين ان هم يتخطوا ريال مدريد ويحققوا انجاز تاريخي لكل المنتخبات العربيه ولحسين الشحات كلاعب مصري على المستوى الشخصي. العين بيضم مجموعه مميزه بصرف النظر عن حسين الشحات. في مجموعه مميزه من اللاعبين الاماراتيين او المحترفين، في مدير فني كفء قدر يحقق نتائج مميزه في البطوله. زي ما بقول لك حضرتك، العامل النفسي والرغبه لدى اللاعبين في ملاقاه ريال مدريد والظهور بصوره طيبه جدا قدام العالم، ده هيعوض الفارق البدني والمهاري والامكانيات بين لاعبي الفريقين، ومش بعيد جدا نلاقي العين فايز بالمباراه. أتمنى كل التوفيق بإذن الله لفريق العين الإماراتي، الفريق العربي اللي بيمثل الأندية العربية طبعا في نهائي مونديال أو كأس العالم للأندية. أزمة مستحقات جديدة، ولكن المرة دي خاصة باللاعب فتح الله. معانا من في الجول فتح الله: أفوض اتحاد الكرة في أزمة مستحقاتي، رد مسؤولي الزمالك لم يعجبني. ده كان تصريح لمحمود فتح الله لاعب النجوم، وقال ان عنده نيه ان هو يتجه للاتحاد المصري لتصعيد ازمته مع الزمالك المتعلقه بعدم تقاضيه كل مستحقاته. فتح الله اتكلم الشهر اللي فات وقال ان اجمالي مستحقاته 6,500,000 جنيه، وانه تنازل عن جزء ضخم منها للنادي، وحاليا مستحقاته بتصل ل 4,200,000 جنيه. المفروض مستحقاته دي او باقي مستحقاته ياخدها من 8 شهور، ولكن حتى الان لم يحصل على اي جنيه. شايف الازمه ممكن يتم حلها بالفعل؟ ممكن بدل التوجه لاتحاد الكره، يعني هو بيقول ان هو عنده مباراه مهمه يوم الاحد ويوم الاثنين هيكون متوجه لاتحاد الكره. محمود فتح الله طبعا مش اللاعب الوحيد اللي كان ليه مستحقات عند نادي الزمالك الفتره اللي فاتت. كلنا تابعنا الشهر اللي فات مستحقات اللاعبين الاجانب، كريم ابو الحسن او لاعيبه كتير افارقه كان لهم مستحقات، وكان اشتكوا الزمالك للفيفا. كان الزمالك مهدد بخصم النقاط في بطوله الدوري. الزمالك لحق نفسه وسدد مبلغ اكتر من $1,000,000 لمستحقات اللعيبه. في النهايه ازمه محمود فتح الله هتتحل، بس هي بتاخد وقت. مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي شايف إن هو بعيد عن الأزمة. اللاعب ما مضاش هو معاه العقود، مش هو السبب في رحيله عن نادي الزمالك. المجالس السابقة في النهاية طبعا لازم الزمالك أو مجلس إدارة الزمالك ترضخ لاتحاد الكرة ودفع مستحقات اللاعب محمود فتح الله. يعني شفنا قبليه كان عبد الواحد السيد، شفنا أحمد حسن، لاعيبة كتيرة جدا كان لها مستحقات وحصلت عليها أو تنازلت عن جزء وخدت الجزء الباقي. بعض اللاعبين في نادي الزمالك في الحقيقة بعيدا عن المستحقات ما بيشاركوش، موضوع عامل لهم مشكلة. هل هيبقوا مع نادي الزمالك في ظل عدم المشاركة ولا بيفكروا في الرحيل على سبيل؟ خلينا نروح لأخبار النادي الأهلي. لسه مكملين أخبارنا طبعا مع أحد قطبي الكرة المصرية.